فراس اطلع قل لعمتك جاي. بأمرك ستنا. لا أمي، خليك محلك. أنت شو عم تحكي؟ ولك أنت شو سمعت؟ أمي لا تجننيني. الله يرضى عليكي امي، هي صخر هون هلا هو بيشوف شو بدها. بنعرف شو بدها. بشرفي بكومها بأرضها. رانيا بنت أخي، يعني دمها من دمي، وإذا كان أبوها رخيص وباع دمه نحن عنا الدم غالي. بعدين هذا حقها كيف ما كانت النتيجة. لك مشان الله يا امي. طالعة شوف شو بدها. يا لطيف، شو تخيلت هاللحظة؟ شو تخيلت شو ممكن قلك أول ما بتجي عيني بعينك؟ وتخيلت شو ممكن تردي؟ بس هلأ بعد ما وصلت لها ما ضل شي من اللي تخيلته. مشان هيك بسموها لحظة الحقيقة. الحقيقة الحقيقة إنه أبي مات غدر برصاصة بظهره. لا يا عمتي لا، أبوكي مات من يوم اللي باعنا فيه، والرصاصة اللي قتلته صابتني هون بنص قلبي. بس أبي اللي صار تحت التراب، وأنتي اللي واقفة قدامي. هذا فرد أخوكي يلي كان معه لما قتل غدر. خليه عندك يضل يذكرك فيه. أنا ما عاد يلزمني، جربت استعمله وما قدرت. بعتذر أخذت من وقتك. يعني فينا نقول متفقين على المبدأ والباقي تفاصيل. إذا على الخير أكيد متفقين، بس على قولة المثقفين الشيطان يكمن في التفاصيل. انت شايف إلي قرون ولوني أحمر؟ انت بلش وما تهتم. تصبح خير. وكيف يعني كنتي بدك تستعمليه؟ برأيك وحدة مثلي ربيانة على الغالي
عايشة كل عمرها بعز ودلال، وأبوها مو منقص عليها شي. بين يوم وليلة بتفيق ما بتلاقي حدا، بتلاقي حالها لحالها بهالدنيا، ضايعة. راح وترك لي معه ديون ومصايب. لو بكتشف إنه أبي مهرب وتاجر مخدرات. لحقوني الديانة، ما عاد عرفت كيف بدي أقرب منهم. بلشت تطلع لي مصايب، ناس وحالة. آخر شي كان في جماعة واصلين، ما بعرف شو كان عم يشتغل معهم، بس بعرف إنه قلبوا ضده. وصلوا لعندي، صاروا يدقوا بابي كل يوم والتاني ويهددوا، شي بدهم بضاعتهم، شي بدهم كاش. ما عاد عرفت شو بدي أعمل. خفت يخطفوني لأنه أكيد بيعملوها. قمت غيرت بيتي، بس ضليتني عايشة بقلق كل الوقت. قلت لحالي أحسن شي سافر برات البلد وأخلص من هالقصة. لقيتهم حاطين لي اسمي على الحدود. فبرأيك وحدة مثلي كيف ممكن تستعمله لهالمسدس غير إنه تقتل حالها؟ بس ما قدرت. هذا المسدس صار لعنة بحياتي، بدي أخلص منه بأي طريقة. يا ستي الحمد لله على سلامتك. منيح اللي قدرتي توصلي. بس وين كنتي حاملة حالك ورايحة بنصاص الليالي؟ عبلاد الله الواسعة. أمي أنا رايحة. إجا شاهين. يا حبيبتي. هذا ابنك؟ إيه هذا ابني وابن شاهين. غازي؟ إيه غازي. الله يخلي لكم اياه. تسلمي، تصبحوا على خير. تلاقي الخير يعني. استني صخر، خد شنطاية اختك من مروة وخلي الرجال يلي برا يناولوك الأغراض يلي تركتهم بنت خالك قدام الباب. بأمرك. الله يرضى عليكي. خدي بنت أخي على غرفة منى. تفضلي. إيه عمتي؟ ارتاحي الليلة وبكرة بنحكي. ارتاحي. روحي نامي. رانيا؟ رانيا بنت خالي؟ مرت القصة على خير؟ ام جبل كيفها؟ طيب ليك حكي معي الصبح بخبرك وين بكون لنتفاهم. فتحوا يومكن منيح. أمرك معلم، أمرك.
يلا عمي فراس ناطرة. لوين هالزيارة من الصبح؟ زيارة ضرورية. مثل تليفوناتك اللي عم تعملهم بالسر ومفكرني ماني منتبهة؟ شوفي حماتك. وفراس لوين ياخدك؟ تفضلي تفضلي تفضلي. يلا بسيطة عمي بسيطة، بتكون غيرانة عليك ما بدها. لك يا عمي وقت كنت باجر تاهن ما عملتاش، هلا بدي اعملها. الحكاية صار لها أكثر من 5 سنين، ليش تناطرت لهلا؟ شغلي ما شغلة توقيتك يا أبو علي. يا متارات رقدت السنين وفجأة أبت. مشان هيك الحذر واجب. بدي عيونك عليها 10/10. ما وقت مفاجآت. بأمرك معلم. طيب شو عن هيدا نمر؟ نمر هذا زلمة الزيدان، بده المعمل ليساوي فيه مخدر. معملنا يا أبو علي رح يصير من برا لبن ومن جوا كبتاجون. كبتاجون وبالهيبة؟ طيب ليش معملنا بالذات؟ لأنه إذا بده يفتح معمل بيفتح العين عليه. بده معملنا ليتغطى بسمعتنا. وليش بالهيبة؟ لأنه قريب من الحدود. سقط لقط. أخو شليتة؟ أخو 60 شليتة. لكن من شو نطوا العمال واختفوا الموزعين وتكدست البضاعة وخربت ووقف المعمل من شو؟ أيوة. مشان هيك بتقول له لصخر يقول لنمر. عرضك الكريم والسخي وكل الكلام هذا مشكورة عليه ومن قدر التقدير العالي، بس نحن أملاكنا ما للبيع، وبالذات معمل اللبن. عمرك معلم. لحظة ليك. قل له إذا عنده عرض تاني بخصوص المعمل نسمع. كيف معلم؟ عرض تاني؟ مثل ما سمعت. بدي إياه هون. تفضل. عزيز وغالي يا أبو علي. الله يخليك يا معلم. ها جاي. الله سمي بالله. يا رب. ايوه. ما اشتقت له العلي؟ كيف لك؟ شقفي من روحي مسدودة بهالحبس. سلامة روحك وربي ما بيهون علي. مالي عين شوف ام علي ولا مروه وعلي جوا وانا برا. فداك يا معلم جبال، ولا شو هالحكي هلا؟ اللي جاي كبير وعلي لازم يكون بيناتنا، صار السجن خطر عليه. مشان هيك بلغنا انه طلعته قربت. كلها كم طلعت شمس وبيكون بيناتنا. الله اكبر،
هيدا أحلى خبر سمعته من زمان. أجل الفرحة لطلعته بالسلامة إن شاء الله. يا رب. علي وصى الشايب بده شغلة من برا بدنا نفوت له إياها. حاضرين. رح بحكي مع أبو طلال ونوثق معه. ما بدي أوصيكم البيت بأمانتكم ها؟ بعيوني معلم جبال. كيف في يجمع كل هالروس الكبيرة المسكين خطوط التهريب على طول الساعة؟ لا 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 يا معلم شهين، شو بك؟ شو نسيان مين انت؟ مين بكل الساهل؟ ها؟ بيسترجي يقول لا لبيت شيخ الجبل. مين؟ انت هيك بتقول؟ والله انا هيدا رأيي. لكن بنعمل عزيمة تليق بالمقام، نحكي جوز هالكلام، منجرح ومنداوي. حلوة الفكرة. لكن قبر تصرف. عشت. الو، اسمعني زين، غرضانك عندنا بالحفظ والصون، وحنا مالنا شغل بيهن. واحد من رجالك وده يجيك الحين ومعه حبة منهن، واعتبر هذا الشيء بادرة حسن نية من يمنا. وبخصوص الضيف، حنا ودنا اياه، وانت مشكور على كرم ضيافتك ومع زلمتك ورقة مكتوب بها كل شيء عن تفاصيل الاستلام والتسليم. نشوفك على خير ان شاء الله. الجبل هيك قال؟ بالحرف. بصير. وقال إذا عنده عرض تاني كون مستعد تناقشه وتحكي فيه. اسمعه برواق. أنا ما عم بفهم ليه عم تعطوه مجال لهذا النمر ابن السعيد. لا بدنا لا عرض تاني ولا ثالث ولا عاشر. خليه عم يطول ويعرض لحتى ربك يفرجها. معمل ما في. صاخر، عمال مثل ما قال خيك وبس. خلصنا بقى. عمالين عم يضحكوا هاو. وقف لي الشغل انت وياه. ما عادش فينا نضلنا بلا شغل. ولادنا عنجة عم تاكل. نزار معه حق، خلينا نحكي المعلم صخر يعجل بالدفعات، وهيك بنحل 3/4 المشكلة. نحن بدنا نحلها كلها. إذا أنتوا قبلانين بهالكم فارس اللي عم تصدقوا فيه عليكم، رح يركبوا على ظهوركم كل العمر، وكل مرة حيصير هاي. شو الحل؟ عند المعلم نامر، هو قال بحلها. ولك حاجة توز براسنا، نحن حكينا مع صخر، مش مع نامر. انت دايما حطك على تنظير، اصلا مش نافع لشيء. شو انتوا ليه؟ مثل مسموع. يلا ولا يلا ولا يلا ولا شافك عم خلاص. يه هيدا المعلم نمر. لفوت نظف الكرسي، اكيد جاي يقص شعره. هيك خشليتي لحق يعرف. اكيد بكون راصده من البيت. شرفت. شو معذب؟ ولو عذابك راحة. شكلها بشاهد. ريته ألف صحة وهنا، رح اروح جهز لك وحدة تانية. ما في داعي. ولو خفيها. شكله المحل منيح. شفنا مع احمد شو وضعه. حاضر. هيدا برهان. ايه برهان؟ استاذ صباح الخير، شم لي هالكولوريا بتجنن. لحظة شو هيدا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ممنونك ممنونك. شو هيدا؟ شو هيدا برفان؟ نحن كرمة وانت من اهل الكرم وبتستاهل. شكرا ممنونك. اهلا وسهلا. ممنونك.
برهان اللي انسحب البساط من تحته بالمعمل. هيدا زلمتك صاير ناي وبده راس. رتب له موعد لنشوفه. حاضر. ليك خذ الشباب واطلع واترك لي السيارة، عندي مشوار بدي اروحه لحالي. اعطيني المفتاح. اطلعوا معي. مراحب. خليني أعرفك على حالي. أنا نمر ابنك. وصح لنا نلتقي. وقت اللي قتلوك كنت بعدني عم بستوي ببطن أمي. بس حكيت لي كتير عنك. نيالك على الحب. يا ريت لي حدا يحبني نص الحب اللي حبتك اياه. قصتك ضلت مع امي لحتى ماتت. تركت لي هذا الماضي الثقيل، ورثت الوحيدة منكم. جريتها معي من ميتم لميتم، حملتها على بلدان العالم. هالوقت كنت عم بعيش الجوع والفقر والعوز والحرمان والوحدة. أنا وعم بشتغل ويحترق سلافي لحتى أخلص من الفقر. الفقر يلي خليهم يستوطوا لك حياتك ويقتلوك ويشردوا أمي وييتموني. الهيبة هيدا المطرح يلي نزلت فيه قصة حبكم. وحياتك يا أبو نمر، وحياة معزتك عند أم نمر، رح أذله